طبعا يا جدعان التعليقات الفتره اللي فاتت كلها عايزين نسخه واتساب الايفون للاندرويد، عايزين التحديث الجديد. انا اول حاجه انا طالع لك النهارده وانا تعبان، ولو كنت شفت المنتدى امبارح كنت هتعرف كده كويس، ولا كنت قادر اصور ولا اي حاجه، بس لما لقيت المشاكل دي واقفه معاكم قدرتكم ونزلت فيديو النهارده. فانا عايزك اللي انت تقدرنا يا صاحبي وتعمل لايك وتشير اللينك بتاع الفيديو ده. انا جايب لك النهارده نسختين لواتساب الايفون للاندرويد. اول نسخه هتكون مكان الواتساب الرسمي، وتاني نسخه تقدر تثبتها جنب الواتساب الرسمي عادي جدا. وفي فيديو النهارده شرح لك العيوب اللي بتحصل معاك في النسخه، اللي انت مش عارف تنزل ستوري اكتر من دقيقه، اللي انت مثلا ما بتعرفش تغير لغه النسخه الانجليزي، اللي انت مثلا ما بتعرفش تعمل ايموجي الايفون وخط الايفون. يعني فيديو النهارده انت تستفاد معايا فيه. طبعا انتوا عارفين ان ده مش مجال وكده، بس انا منزل الشرح ده عشان يعني في ناس كتير قوي حابه ان انا انزل لكم النسخ وحابه الشرح بتاعي، فبتطلبوا مني حاجه بنزلها، ومنزل لك والله العظيم النهارده وانا تعبان. طبعا يا صاحبي كل اللي انا عايزه منك، انا مش هطول في شرح النهارده اصلا، وعامله كمان من غير باسورد، بس كل اللي انا عايزه منك تكمل معايا الفيديو والله مش اكتر، وتنزل تقول لي تعليق كده كويس منك عشان هيظهر معانا الفيديو اللي جاي، وتاكد بقى ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه، ويلا بينا على الشرح. في بدايه الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا جايب لك النهارده النسختين اللي هي مكان المتجر واللي هي جنب المتجر، انت تحمل اللي هتعجبك، هتلاقي اللينك بتاعهم الاثنين في الوصف وبرابط مباشر. طبعا انا هشرح لك بعض المميزات الاخطاء اللي بتحصل معاكم وبتقولوا لي في التعليقات. اولا كده النسخه اللي جنب المتجر اول ما بتفتح الواجهه بتاعه النسخه بتبقى تقيله اول ما تفتحها. انا معاكم بدي عشان كده ثبت اللي هي مكان المتجر، ولسه هحاول اشتغل عليها. زي ما انتم شايفين دي بتفتح اسرع سيكه، يعني هم ان شاء الله في الابلود اللي جاي ممكن يظبطوا الحته دي كده. المفروض اللي انا قدمت لهم في الابلاغ وكده، فاكيد هياخدوا بالهم منها. طيب تعال نشوف المميزات بتاعه النسخه، تعال نشوف ازاي تنزل ستوري اكتر من 5 دقائق اللي انت تفعلها، وازاي تعمل النسخه انجليزي. الناس اللي بتقول لي بعمل النسخه انجليزي ومش بتشتغل، وتعال اقول لك ازاي برضو تعمل خط الايفون. تمام كده اخواتي؟ تمام. اول حاجه بتعملها بتضغط على علامه الاعدادات دي يا صاحبي، وبعد كده هندخل على خيارات ام بي، هتضغط على كلمه اعدادات اخرى، وبعدين تضغط على كلمه اف ام. طبعا يا صاحبي عندك هنا اللغه، في ناس كتير قوي بتقول لي بختار الانجليزي كده تمام ما بلاقيش حاجه اتغيرت. بص يا صاحبي اللي بيتغير الحاجات اللي هنا دي بس كده. طب ازاي؟ هنخرج من النسخه اهو وندخل عليها تاني. مش النسخه كلها صاحبي بتتغير للانجليزي، عايز النسخه كلها تتغير للانجليزي انت تعمل التليفون بتاعك كله انجليزي. طيب شايف الاعدادات والكلام ده هنا كله بالعربي. تمام هتدخل على الاعدادات، وبعدين هندخل على اي خيارات موجوده هنا اهو. بص كل الخيارات اللي من جوه بعد كده هتلاقيها انجليزي. ندخل على خيارات ام بي، وبعدين نيجي على اعدادات اخرى. بص ده كله بقى انجليزي يا صاحبي اهو. تمام، لكن النسخه كلها تبقى انجليزي من بره وكده لا، انت جرب تعمل التليفون كله، لان يعني لسه ما عملهاش في النسخه. لكن ده لو دخلت انت على اي اعدادات هنا زي ما انت شايف كده اهو هتلاقي انجليزي. تمام كده رجاله؟ وصلت المعلومه دي؟ وصلت. طيب هنرجعها تاني عشان اعرف اشرح لكم المميزات اللي في النسخه، وبعدين نضغط على اف ام، وبعدين لانجويج، وبعدين هنختار عربي على من تاني. كل علينا نضغط على كلمه اعدادات. طبعا يا صاحبي اول حاجه كده انت لو عايز تعمل خط الايفون للنسخه هتعمل ايه؟ تضغط على كلمه خيارات ام بي. الشرح ده بيكون لحل المشاكل يا صاحبي، فيا ريت تعمل لايك وتقدرنا مش اكتر. دلوقتي لو انت عايز تعمل خط الايفون هتضغط على كلمه يا صاحبي الكل اهي، وبعدين هتضغط على الستايل والشكل. وطبعا زي ما انت شايف تاني واحده دي ايموجي الايفون، بتفعلها بيتفعل معاك صح، لازم تقفل النسخه وتدخل عليها تاني، لان في ناس كتير قوي بتقول لي بعمل ايموجي الايفون يعني مش بلاقيه اتغير وكده. لا حاول مثلا تقفل النسخه، تعمل ريستار للموبايل بتاعك. ما اتعملتش دي مشكله في الموبايل بتاعك، لكن هي شغاله عندي تمام. طيب عايز اعمل الخط بقى زي ما انت شايف تغيير نوع الخط، هتضغط على صاحبي اهو. طبعا ده خط الايفون العريض اهو اللي هو فونتس ايزو، تضغط على صاحبي بتلاقيها اتغيرت معاك. انا كده عامل خط التليفون كله الايفون، فلو محتاجين شرح لده كده قولوا لي. يعني زي ما انتم شايفين انا لو مختار اي خط من دول مش هيتغير معايا الحاجه، لان انا عامل خط التليفون كله الايه الايفون. ولو عايزين شرح قولوا لي في التعليقات برضه. طيب ازاي ننزل ستوري اكتر من دقيقه؟ تعالى يا صاحبي معايا. كل اللي عليك هتضغط على كلمه الشاشه الرئيسيه، وبعدين هتضغط على ستوري، وبعدين هتنزل تحت كده صاحبي اهو، تنزل حاله 5 دقائق تضغط عليها تفعلها. بس كده انتوا بس اللي قافلينها تمام، او مثلا بتفعلها ما بتشتغلش عندك بس شغاله عند ناس كتير قوي وانا مجربها برضه. تمام انت اللي مش بتفعلها يا صاحبي، عشان كده بقول لك تابع معايا الشرح. لكن انتوا خلاص لينك النسخه في الوصف، انا راح احملها على طول والاقي المميزات اشتغلت. لا على فكره ده شرح اللي انا عامله لك 4 دقائق دوت مونتاج، وده كله واخد معاك بتاع 6 ساعات يا صاحبي. طيب بصوا يا جدعان زي ما انتم شايفين عندك هنا بقى المميزات كلها في النسخه. انا كده شرحت لكم اهم العيوب اللي كانت بتحصل معاكم في النسخه، اللي هو تغيير خط الايفون وتغيير الايموجي وعمل النسخه انجليزي، والحاجات اللي احنا شرحناها دلوقتي اللي هو مشاهده الستوري.
طيب الناس اللي بتقول لي ما بيسرقش ستوري، لا صاحبي بيسرق معاك ستوري على فكره لو جيت على حاله. طبعا ما عنديش حد منزل حاله لان لسه منزل النسخه دي، تمام. زي ما انت شايف كده كل حاجه موجوده في النسخه. طبعا بتقدر تدخل على اعدادات برضو اللي الناس محتاجينها، خيارات ام بي، هتيجي على كلمه الصاحب الكل هنا اهوت، تمام. هتيجي على كلمه الشاشه الرئيسيه وتضغط على البار العلوي. لو انت عايز فصل بين المحادثات والجروبات بتفعل دي كده وتخرج هتلاقيها اتفعلت معاك. بص لما خرجت كده صاحبي زي انت شايف هنا بقت المحادثات بس ما عنديش محادثات، وهنا بقت الجروبات. تمام كده، تمام كده. ما تنساش بقى صاحبي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، واهم من ده كله تفعل الجرس تعمله الكل، عشان كل ما بينزل تحديثات للنسخ دي انا بنزل لك التحديث عشان المحادثات بتاعتك ما تتمسحش وكده. اتاكد ان انت عملت لايك اشتركت في القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم شرح جديد.